موضوع غريب جدا. المهندس عامر عماير عمل تويته فيها اسقاط، يعني بيقول فيه وكأنه رخصة الزمالك صعب ياخدها، صعب ياخدها. بص بيقول لك يا عامر العماير لئيم برضه، المهندس عامر مش سهل. قال لك ممكن جدا نادي لم يكن سيشارك من الاساس في الكونفدراليه لانه رابع الترتيب المحلي في الدوري، فيصبح قريب جدا من المشاركه بدوري ابطال افريقيا في حاله تم اعتماد مقترح زياده الاتحادات الاربعه المصنفه بتصنيف الكاف اخر 5 سنوات ل3 انديه. الله، مين النادي اللي كان مش هيشارك في الكونفدراليه فجاه يشارك في دوري الابطال؟ سيراميكا الرابع. طب سيراميكا ما كانش هيشارك في الكونفدراليه ليه؟ على قديمه كنا بنقول الزمالك وبيراميدز دوري الابطال والاهلي مع زد تاني الكاس في الكونفدراليه. دلوقتي بقوا 3 هيشاركوا في دوري الابطال، يبقى الزمالك وبيراميدز والاهلي، وبعدين يشارك في الكونفدراليه سيراميكا وزد، ناديين، لان الاهلي اتنطر لدوري الابطال. فتفاجأ بكلام عامر العماير الاسقاط اللي هو عامله السهتان ده، اسقاط السهتان ده اسقاط سهتان، معناها ان الزمالك مش هياخد الرخصه، فيبقى بيراميدز والاهلي والسيراميكا اللي هو رابع الدوري يشاركوا في دوري ابطال افريقيا. ده قصد عامر العماير، فجبته على التليفون. باشمهندس عامر مساء الخير. مساء الخير، ازيك عامل ايه؟ ايه الاسقاط اللي بين السطور ده؟ مفيش، هو احنا في الوقت اللي احنا فيه. هو انا التفسير بتاعي صح قصدك كده ولا انا فسرت كده برضه زدت انا كمان؟ ده يعني تفسير الاسقاط اللي انت عامله المفروض يحصل لو نادي الزمالك لم يستطع انهاء القضايا اللي عليه، فمفروض يخش. انت اللي خلاك تقول كده؟ ما لسه بدري. لا لسه بدري ايه؟ النهارده احنا كام؟ 21 خلاص. النهارده 21 يوليو وخلص 21 خلص. بكره 22. تمام. عندك نضاي المبلغ بتاعه كبير وبلغ الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي، وعندك النادي. طب احنا الوقت خلص ليه؟ احنا اخر ميعاد كام؟ المفروض في استئناف، ولا اتحاد الكره لغى اجراءات الاستئناف؟ لو لغاها يطلع يقول. احنا اخر ميعاد كام؟ لا 25 كنت تبعت اسماء للكاف. 25 يوليو. خطوه. طب سؤال بس امشي ورايا انا بس واحده. الميعاد كان في يونيو 30 يونيو اتمد ل 25. الكاف قال هنبدأ ل 25 يوليو. تمام صح كده؟ اللي هو ايه؟ النهارده 21 وبكره 22، يعني بقى 22 23 24 بيوم الجمعه 25، صح كده؟ تمام. قصدك ان يوم الجمعه لازم اتحاد الكوره يبعت للكاف يقول له الانديه فلان وفلان 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 قايمه بمحاضر الاجتماعات. طب سؤال، الكاف مد لنص اغسطس. لا مين قال الكاف مد لنص اغسطس؟ مش قال لك القوايم وما اعرفش كله؟ لا قوايم ده حاجه ثانيه وما اتغيرتش، موجوده في الخطاب ال 12 بتاع المواعيد من 1 ل 15 اغسطس، تسجيل اسماء اللاعبين اللي هتشارك في دور ال 64. يعني انت نادي بيراميدز مؤكده مشاركته، لا هيسجل لعيبه من يوم 1 ل 15 اغسطس، دول يشاركوا معاه في الدور الثمانية. امال ايه اللي اتمد ل 15 اغسطس ما دام ده من بدري؟ مفيش حد قال حاجه. ده ميعاد الكاف، ميعاد 25 لو سالت بالاتحاد زي ما هو. هل هم عندهم معلومه اللي ممكن الكاف يمد؟ طب لو مد كده هيبقى اسماء الفرق يتبعت قصدك 15؟ مفيش حاجه في كده رسمي. 15 اغسطس؟ لا مفيش حاجه طلعت لغايه دلوقتي. الموعد النهائي، وممكن تسال في اتحاد الكوره، 15. يعني الموعد النهائي 25 يوليو اللي هو يوم الجمعه. وده ايه؟ ميعاد ارسال الاسماء في مرحله استئناف. هل اتحاد الكوره المصري لغى مرحله استئناف التراخيص؟ مش عارف، انت قول لي. ما ينفعش يلغيه. فمفروض هي موجوده في الرولز، هي موجوده في الرولز الطبيعيه. موجوده. المفترض اساسي. فانت المفروض بلغت الانديه 25 السبت. بيقولوا لي 5 مش الجمعه، السبت. اتفضل. ما انت ده السبت اللي هتبلغ فيه الاتحاد الافريقي، يعني يوم 25 ده السبت.
المفروض تبعت ايه بقى للاتحاد الافريقي 25 ده وفقا للميعاد بتاعه؟ هبعت الانديه اللي هتشارك. لا، التراخيص الاول، قائمه باسماء من تم منحه التراخيص. طب وقرارات المنح بناء على ايه؟ ومين حضر الاجتماع في لجنه المنح، الاعضاء وماضيين. لازم ده كل ده يتبعت يوم 25. ودي يوم 25، ولو في استئناف يكون برضو مبعوث. فانت دلوقتي لو نادي ما انت كملش، سؤالك هو فين الاستئناف اصلا؟ فين الجزء بتاع الاستئناف الخطوه على دي فكره فين؟ ممكن الاتحاد يكون بلغ بعض انديه اللي رخصتك اترفضت، والانديه دي مقدمه دلوقتي استئناف واحنا ما نعرفش، اصل الاتحاد ما اعلنش على الخطوات، يعني وبالتاكيد مش هيلغي خطوه الاستئناف. يعني ممكن الاتحاد بلغ سرا يعني؟ ما هو المفروض بيبلغ الانديه، ما بيعلنش. يعني مثلا انت نادي بتلعب في الدوري الممتاز زي ما كنت بتقول قبل كده. طيب ما ممكن طب اذا الخطوه هو ان احنا ما نعرفش ده الاتحاد من حقه، مش كده؟ بيبلغ الطرف عشان يقدم استئناف، بس المفروض الانديه الثانيه تبقى عارفه اللي فيه استئناف. يعني مثلا نادي زي الاهلي ممكن تكون رخصته مرفوضه مثلا او عليه عقوبات، المفروض تبلغوه عشان يقدم استئناف. طب لو ما عليهوش المفروض تبلغه اللي انت حصلت على الرخصه. فده ما تمش وفقا للي بيتقال برضه. انا ما اعرفش الاهلي بعت هي مفيش حاجه اعلنت يعني في الاهلي بيقولوا لا ما فيش حاجه جت. يبقى لازم ان هم يسالوا. افرض طيب كان عندهم مشاكل، بعض مشاكل، وجم اعلنوا بيها يوم 24، هيلحق يعمل امتى استئنافه او يقول اي حاجه؟ لازم تبلغه من بدري. ما هو انت على كلامك اللي عنده مشكله هو اللي تبلغ. الانديه اللي عندها مشكله ممكن اللي تكون هي اللي تبلغ. المفروض تقول له انت ما عندكش مشكله عشان ابقى عارف. يعني انت المفروض الانديه، اهلي سيراميكا، نادي سيراميكا ما عندوش مشاكل، اللي ما كانش هيشارك كونفدراليه. لو زاد عدد الانديه مشارك كونفدراليه. طب انا عندي سؤال. دلوقتي الرخصه دي بتتاخد يعني ان انت تنهي عدد من الاجراءات وتكون سليمه. تمام. منها ان ما يكونش عليك مستحقات لاي حد، لنادي للعيب قبل 31 مارس، فقضيه حكم فيه قبل 31 مارس، صح كده؟ باحكام نهائيه. تمام، باحكام نهائيه. في كمان حاجه ان ميزانيتك تكون سليمه وحجم ايراداتك يفوق مصروفاتك. هل ده فعلا شرط من شروط الحصول على الرخصه ولا تقدم الميزانيه؟ ما انت لازم تقدم الميزانيه، ودي مش دي للموسم الجديد كمان. انت هتغطي ازاي نفقات الفريق بتاعك؟ يعني نادي سيبك الموسم الجديد، انا ممكن اعمل موازنه اكتب اللي انا عايزه وبعدين لا، ما انت بص بعملها محاسب قانوني. خليني في اللي فات بس، خليني في اللي فات في الميزانيه. ما هي الميزانيه اللي بتتعمل وبيبقى معمول موازنه دي بيعملها مكتب معتمد. ما هو طبعا مكتب المحاسبات بتاع النادي يكون عاملها ومعتمده ومتوافق عليها من الاتحاد، اللي هو مراقب الحسابات بتاع النادي. تمام. وعامل طيب بقى الميزانيه سؤال لو انا ميزانيتي في الموسم المنقضي خسرانه، يعني داخل لي مثلا انا مصروفاتي $1000 وايراداتي $500 مثلا، ما 1000 جنيه ومصروفاتي 500 جنيه، ايراداتي 500 جنيه ومصروفاتي 1000 جنيه، ما تاخدش الرخصه. دي شرط اساسي، او يتمنع عنك التعاقدات لو انت على تعاقدات جديده. يعني لائحه اتحاد الكوره اللي هي بتاعت شؤون اللاعبين ما ينفعش تعمل تعاقدات جديده باعباء اكتر من اللي موجوده في الميزانيه. الميزانيه خسرانه ما ينفعش. يعني لو انا ميزانيتي خسرانه ممكن لا امنح الرخصه برضو؟ طبعا. يعني ده شرط اساسي في منح الرخصه. الالتزامات اللي عليك ده لاي نادي برضو. اي نادي. ما انت النادي الاهلي كان لما الطلب منه، سيبك من الاهلي والزمالك، تبقى في انديه تانية كتير. لا انا بتكلم على نقطه تانية. لما الطلب منه الشركات الاخرى ليه طلبت، مع انه كان مقدم القوائم الماليه الموحده اللي مذكور فيها الشركات. مظبوط. هم شافوا ارقام الاهلي بيقول مثلا شركه كذا نسب كذا، كانوا عاوزين يتحققوا من حاجه فطلبوا ميزانيات الشركات دي. المفروض اصلا ما يطلبوهاش، انت عندك قوائم الماليه. بس الاهلي عمل ايه؟ بعتها لك. لا تكون انت شاكك في حاجه ومفكر اللي انا عامل القوائم الماليه كده فبعتها له. تمام. بس انت المفروض بقى في حاجه اسمها في لوائح الكاف للتراخيص المساواه بين جميع اطراف اللي في التراخيص، مقدمه طلبات. طالما طلبت الطلب ده المفروض يطلب من كل الاطراف. هل الطلب من كل الاطراف؟ لو نادي اكس
ميزانيته فيها مصروفاته تفوق ايراداته لا يحصل على الرخصه؟ لا، ما شرط اساسي ان الرخصه بتاعتك ما تكونش خسرانه. ده حاجه اساسيه من الحاجات اللي انت بتقدمها. طب ولو خسرانه؟ لو خسرانه انت مش هتحطها في الميزانيه، انت فاهم قصدي؟ كنادي امال مش بيحط حاجه معاه، هتبان القصور فيها، عندك مشاكل. انت اصلا حصل تعديل من فتره على اللائحه الماليه الميزانيات الانديه دي ما قدرش تلعب فيها لان دي بتعلن في الجمعيات العموميه العاديه اللي بتتعمل كل سنه. لا، ما بيبقى فيه 2 ميزانيه. ميزانيه فريق الكوره لو ما بتبقى جوه ميزانيه فريق الكوره، بتبقى جوه الميزانيه العامه. لا، انا بتكلم على جزء، ما انت ما بتبعتش الميزانيه العامه للنادي لو انت الفريق بتاع الكوره منفصل زي الاهلي. يعني هل ينفع انا الميزانيه اللي بعرضها على الجمعيه العموميه النادي الاهلي يقول فيها انه كسبان، يقول فيها انه مثلا انا بس عايزك تفهم قصدي عشان انا بسال اسئله الناس البسيطه. الميزانيه يا باشمهندس عامر اللي في نادي اكس، سيبك من الاهلي والزمالك، نادي اكس بالانديه اللي موجوده الشعبيه او نادي اي نادي، هذا النادي بيعلن ميزانيته للجمعيه العموميه بتاعته كل سنه العاديه في شهر 10 او في شهر 11، صح كده يا فندم؟ صح. هذه الميزانيه اللي بتعرض على الجمعيه العموميه بتتضمن ميزانيه كره القدم، ايرادات كره القدم ومصروفات كره القدم وايرادات كره السله وايرادات كره اليد والعاب الصالات والنشاط الاجتماعي وكل حاجه. تمام. صح كده؟ صح. انت بتقول لي في 2 ميزانيه. لا، بص، للانديه اللي ليها شركه كوره زي الاهلي فريق الكوره ليه ميزانيه منفصله. يا باشا هو حد عنده شركه كوره غير الاهلي في الدوري؟ ما انا بقول، ما انا بوضح حته. انا سيبك بقى من الاهلي، انا خلاص الاهلي عرفنا. طيب. انا بتكلم بقى الانديه. ماشي. اذا الميزانيات اللي بتعلن للجمعيه العموميه في شهر 10 دي مثلا خسرانه، زي مثلا قطاع الكوره، هل ينفع يقدم ميزانيه تبقى كسبانه لاتحاد الكوره؟ دي نمره واحد. وهو كان ميزانيته خسرانه في الجمعيه العموميه؟ اكيد لا. لا، ما يقدرش. منين بقى؟ تتغطى منين؟ الزمالك السنه اللي فاتت بيغطيها ازاي؟ من فلوس الاشتراكات ومن حاجات من النادي، فبتغطي العجز اللي عندك، فانت بتعالج العجز في فلوس جايه. برضه يقول لي الزمالك يا عم، انا جبت سيره الزمالك، انا بقول لك انا بقول لك انديه، ما الانديه الاخرى مش هتبقى يعني انديه الشركات الاخرى مش خسرانه، هي بيجي لها 0.5% مثلا من الشركه اللي عاملاها، فبيصرفوا على قد الفلوس اللي جايه، بيبيع 2 لعيبه في السنه، فالناس بتبقى كسبانه، او الميزانيه ما فيهاش خساره. انا بتكلم بقى اللي بيبقى فيها مشاكل. انت قصدك ان هو بيغطي خساره الكوره، ان بيحط هو كان ايراد الاشتراكات ده داخل الكوره، بيخش وبيغطي الجزئيه. والحاجات السياديه بتجيب عليها جدوله، فما بتتسالش عليها. اوكي. ما بتتسالش. يعني انا مثلا نادي وليكن فين عليه 500,000 طيب مثلا لشركه خلاص وصلت. طب قول لي ايه اللي انت معترض عليه في موضوع التراخيص؟ طيب انا معترض على نقطتين. واحد، انا مش طالب تقول لي الزمالك وصل لفين او الاهلي او غيره، انا معترض على جزئيتين اللي المفروض من كل حق الانديه اللي هي ذات مصلحه، زي نادي زي سيراميكا او نادي بعده. ممكن الاهلي ما ياخدش الرخصه او الزمالك، الانديه دي لها حق تبقى عارفه. اعلن للانديه دي اللي الاستئناف من تاريخ كذا لكذا، لو نادي خد الرخصه وما عندوش مشاكل اعلن، فيبقى معروف ان مقدم 20 نادي على الرخصه، انت مقدم 20 نادي، انا همنح الرخصه ل 15 ويتعرف اللي فيه 5 انديه لسه ما خدوهاش. تمام. هو ده اللي انا طالبه من اتحاد الكوره، وتقول الاستئناف امتى، عشان الاستئناف ما ينفعش تقدم فيه مستندات جديده. هل الانديه تمام. هل اتحاد الكوره ملزم انه يعلن ده للراي العام؟ الجدول اللي هو بتاع المواعيد اللي احنا تاريخ 15 ده مثلا 15/7، انا بقول التواريخ السنويه، تاريخ اعلان لجنه منح التراخيص، منح الرخص. تمام. في الجدول الزمني فتره الاستئناف مثلا من 16 ل 20 للانديه اللي ما حصلتش، يوم 24 هنعلن نتائج الاستئناف. كل ده الجدول. الكاف بيقول لك في لائحه اسمها لائحه جوده معايير الكاف للتراخيص غير لائحه التراخيص. تمام. شرط فيها اساسي للاتحاد يعلن الجدول ده، والاتحادات اللي ما بتعلنش جداول زي دي بتاخد عقوبات من الاتحاد الافريقي. تمام. عموما وان لمنتظروه
احنا اخر ميعاد على الكلام اللي انت بتقوله يوم السبت. ده اخر حاجه الكاف اعلنها. ممكن بكره يطلع رئيس الكاف يقول لك انا هخلي الانديه كلها تشارك من غير رخصه، فخلاص فاهم قصدي؟ انت بتقول انه في الكاف هياخدوا الاربع اتحادات ال قصدك الاعلى؟ اه عشان ما ينفعش تاخد ال 12 الاعلى، عشان كده هتبقى عديت حاجه و70، وهم بيقولوا مش هيعملوا دور تمهيدي جديد. وحاليا اللي مقدمين يعني معروفين 60 نادي، ففاضل 4. فانت لو هتدي استثناء هتدي ل3، لو اكتر قصدي ل4، لو اكتر من 4 يبقى في اتحادات تانية هتعتذر ومش هتشارك. فاهم قصدي؟ يعني فبناء على العدد اللي موجود، اللي انت مش هتعمل دور اضافي، هتلعب من ال 64، فما ينفعش تدي اكتر من 64 نادي تشاركهم. فانت عندك حاليا 4 اماكن. طب لو في اتحادات اعتذرت ممكن ال4 دول يزيدوا، يعني مثلا بتسوانا او الجابون مش هيشارك اعتذر، ممكن تدخل بقى ايه حد تاني من افضل ده لو توافق على القرار اللي بيقوله رئيس الكاف هيعلنه بكره. ممكن الراجل يقول لك هطبقهم السنه الجايه. انت شاكك في كلامنا؟ لا مش شاكك، انا بقول لك. ايه يا باشمهندس عامر؟ ايه انت شاكك في كلامنا؟ شاكك في اخبارنا؟ لا مش حكايه. هو في معلومه، الراجل رئيس الكاف اصل الناس زعلانه، والناس بتخش في التعليقات عند الواحد بتقول الفاظ صعبه كأن الواحد هو اللي خد القرار. ولما الكاف مد ال 25 مش زي زياده عدد الانديه، يعني ده كويس وده وحش، وفي الاخر في خبر حلو وخبر وحش بتلاقي التعليق مسيء. طب هو انا اللي واخد القرار؟ هو انا رئيس الكاف؟ هو انت لو اعلنت وانت اللي واخد القرار؟ اقفل التعليقات، اعمل زي انفانتينو واقفل التعليقات. بيشتموا بره. هو دلوقتي ده بقت سهله وصفحات كبيره والناس ياخد سكرين شوت من كلام مش عارفه. كبر دماغك. باشمهندس عامر انا بشكرك جدا، واحنا مستنيين علشان نشوف هيوصل لايه. زي ما قال كده يوم السبت المفترض ان الكاف مش مجرد بتختاره، كنتش اعرف المعلومه دي بالدقه دي يعني او بالتفصيله دي، لا ده انت بتختاره كمان خطوات اللي خدها كل نادي ايه، وميزانيات الانديه، ولو كان في نادي متعثر عمل ايه، واذا كان في استئناف حصل فيه ايه، وان الناس لجنه الاصدار التراخيص بتمضي على المحاضر وبتمضي على الاستئناف، وكل ده بيروح للاتحاد الافريقي، كل الكلام ده فيها تفاصيل كثيره جدا. انما احنا منتظرين، وان شاء الله نادي الزمالك ينتهي من هذا الامر، خصوصا مع الازمه بتاعت ابراهيم رضاي لما قدم للاتحاد الافريقي قال له انا ما اتصالحتش، وفي كلام انه كان اتفق مع الزمالك ورجع حصل تراجع في الاتفاق، وان هو ابراهيم رضاي رفض ورجع بعت للزمالك وبعت للاتحاد الافريقي وبعت لاتحاد الكره المصري لجنه التراخيص، قال انا ما اتفقتش على حاجه وما خدتش حاجه وانا في قضيتي لسه مع نادي الزمالك. انما الحاجات اللي زي دي على فكره بتبقى وسائل ضغط عشان يجي الزمالك في الديد تايم في الوقت الاخير يخلص ويكيش الفلوس بتاعه ابراهيم رضاي.